السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده تاني يوم رمضان، فالنهارده ان شاء الله ناويين نعمل مع بعضينا اكله كده. مش هعمل اطبخ وكده، لا النهارده هعمل نواشف كده، اكله كده جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم بجد بجد. هعمل نوع كفته مشويه هتعجبك بجد بجد، وكفته كمان موفره جدا. انا هنا معايا اقل من نص كيلو لحمه، يعني قطعه لحمه مفرومه زي ما انت شايفاها كده، ومعايا هنا فلفل اخضر، ومعايا نص ربطة بقدونس، وطماطمايه واحدة، وبصلاية واحدة. ده كله انا هفرمه مع اللحمة الموجودة معايا في الكبة، وكمان هضيف لها التوابل بتاعتي. انا قبل كده عملت ال10 بهارات ونزلتهم على القناة عندي. هاخد معلقة حلوة كده من ال10 بهارات، ودي هتكون البهارات بتاعتي، هتبقى جميلة جدا جدا. اما هنا صدور الفراخ زي ما انت شايفاها، انا هطلع منها لان دي كميه كبيره، يعني في حدود 2 كيلو من البانيه، فانا هاخد منهم نصهم كده وهعمله بانيه، لان طبعا انا عاوزه اعمل فطار بس مش عاوزه اخلي مني، لان الاكل ده حلو هو بيتاكل سخن كده. فان شاء الله النهارده هعمل الكفته المشويه وهعمل البانيه. الكفته الموفره معايا زي ما انتم شايفين قطعه لحمه بسيطه جدا، وهنا الخضار بتاعي ده كله هفرمه مع البهارات، ال10 بهارات بتاعتي. انا قبل كده نزلت الفيديو بتاعي، يا ريت تدخلوا وتشوفوه، صدقوني البهارات دي خطيره جدا جدا وريحتها فظيعه. ان شاء الله ان شاء الله هحط لك لينك ال10 بهارات في صندوق الوصف، تقدري تخشي وتشوفي ايه ال10 بهارات اللي فرح بتستخدمهم. تحفه، بيغيروا طعم وريحه الاكل، بيخلوه حاجه كده ما حصلتش. هنبدا ونقول بسم الله. هحط الحاجات دي كلها اللي انتم شايفينها قدامكم في الكبه. اما البانيه يا جماعه انا قبل كده نزلته في القناه بتاعتي، فمش هعمله قدامكم. انا بحب اعمل حاجه جديده بس زي الكفته اللي انا ناويه اعملها النهارده المشويه بالطريقه الموفره دي. اما البانيه هحط لك اللينك بتاع ان شاء الله الفراخ البانيه في صندوق الوصف، وهحط لك برده ال10 بهارات في صندوق الوصف. اما الكفته دي احنا هنعملها مع بعضينا ونقول بسم الله. يلا كده. انا زي ما انت شايفه كده فرمه البصل والخضره بتاعتي، كده زي ما انتم شايفين. انا خلاص عملت التتبيله بتاعتنا اللي احنا هنحطها على الكفته، هتديني ضعف الكميه بتاعت الكفته. البصل والطماطمايه والخضره والفلفل كمان بيديكي طعم جميل جدا جدا. وهضيف عليهم اللحمه المفرومه، وكمان هحط كده حبه قليلين جدا من الفلفل الاسود، وهنا ال10 بهارات اللي انا عملتها قبل كده معاكم هحطها معلقه كبيره من ال10 بهارات، فيها كل اللي انا محتاجه طعمه في الكفته، ريحتها جميله جدا جدا. وهنا هحط طبعا معلقه كويسه كده من الملح. كده خلاص احنا بهرنا الكفته بتاعتنا، وطبعا السوائل زي البصل والطماطم والحاجات دي كلها هتخلي عجينه الكفته مش متماسكه. فطبعا انا هنا معايا البقسماط ده هو العيش المحمص المطحون، لان في ناس تقول طب ايه البقسماط العيش المحمص المطحون. هحط من معلقتين ل3 معالق كبار. حبايب قلبي، ده تاني يوم فطار رمضان. زي ما انتوا شفتوا امبارح انا طبخت طبعا، فالنهارده حبيت اعمل نواشف كده، فعملت البانيه ده ان شاء الله هحط لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، لان انا عاملاه قبل كده في القناه بتاعتي. وهنا عامله الكفته المشويه، انا دي عملت الطريقه بتاعتها طبعا شفتوها، يا ريت تعملوها، بس خلي بالك وانت بتعملي تحطي بصلايه صغيره وطماطمايه صغيره عشان ما تاخدش منك بقسماط كتير. وهنا المكرونه المحمره العاديه. اما هنا طبعا السلطات بتاعتي حبيت اكتر في السلطات لان الاكله دي بتحب السلطات. هنا سلطه بابا غنوج، وسلطه الخضار، والطحينه طبعا سلطه الطحينه الجميله جدا جدا بحبها جدا مع الكفته. وهنا العصاير بتاعتي زي ما انت شايفه، حاطه فراوله وحاطه برتقال وليمون، ما شاء الله السفره جميله جدا وشهيه جدا جدا.
يا رب تعجبكم، وان شاء الله هحط لك اللينك بتاع البانيه ان شاء الله في صندوق الوصف. وانا قلت قبل كده البهارات بتاعت ال10 بهارات اللي حطيتها في الكفته هحط لك برده اللينك بتاعها في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين ده فطار النهارده، يا رب يفوز اعجابكم، وما تنسوناش تشيروا لنا، تعملوا لنا لايك، تشجعونا، واسيبكم على خير. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي.